هختم بموضوع كده اسمه مشيئة الله في حياتي وفي خدمتي. يمكن واحنا بنتكلم عن ضد العالم او كونترا موندوم او مبدأ الاختلاف الواضح من اجل الرسالة، الواحد يبقى مختلف عشان الناس تشوف فيه المسيح. اغلبنا بنعاني في رأيي يعني ان احنا اللي بنسوق حياتنا وخدمتنا، مش ربنا اللي بيسوق حياتنا وخدمتنا. ونقلة كبيرة قوي بين انك انت اللي تكون بتقرر لنفسك وبتفكر وبتحدد وبتختار، ومن انك توصل بقداسة ان فعلا يكون ربنا هو اللي سايق وبيختار. والكلام فيها سهل، لكن بصراحة الحياة فيها مش سهل. دي عاوزة درجة تقوى وتسليم واتضاع عالي، ان الواحد يبقى فعلا عايش حسب مشيئة الله. لانه حتى الخدام وحتى المكرسين غالبا احنا بنعمل اللي احنا شايفينه واللي بيريحنا واللي على مزاجنا واللي بنلاقي نفسنا فيه. لكن يا ترى ده اللي ربنا عاوزه مني بالظبط؟ مش دايما حتى السؤال شاغلني. اديني بخدم وبتعب وبروح وباجي. ومن هنا الفكرة أظنها مناسبة. ماذا يريد الله مني في خدمتي؟ عاوزني مثلا في التعليم. طيب هل أنمي قدراتي في التعليم؟ هل أركز في تعليم الأطفال؟ هل أتعلم طرق حديثة في التعليم؟ هل محتاج شهادات أكتر عشان لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك؟ ربنا عاوز نعمل إيه؟ بدل ما تقرروا تدرسوا، طب حطوا الموضوع في الصلاة. يا رب عاوزني أدرس إيه؟ ولادي محتاجيني أعرف إيه أكتر عشان أفيدهم، لأنه ممكن أكون بختار حاجة تستهويني بس ما صليتش. لا، أنا محتاج أصلي. الافتقاد مثلا، كلنا عندنا دوائر في الخدمة، والافتقاد ده أحد أهم أدوات الخدمة. إنك تسأل على الناس، قرايبك ومعارفك وولادك واللي بعده واللي خدمتهم من سنين، هل الموضوع ده شغلك؟ هل واخد حيز أساسي؟ مفيش واحد فينا ما يعرفش خرفان ضالة مش خروف ضال. طب قد ايه شغلك؟ غالبا الفئة دي متعبة، مرهقة، مش مريحة نفسيا، بيصدوا، مش متجاوبين. فلو مشيت على هواك هتركنهم، لكن لو سمعت صوت ربنا هتركز فيهم. مثلا حل المشاكل. عادة بنحل المشاكل بذكاءتنا، بخبرتنا، بالاي كيو يعني. لا، في عاوزين نخترع حاجة اسمها SQ spiritual يعني ذكاء روحي. ازاي تعرف ربنا عاوزك تقول ايه في المشكلة دي؟ تيجي في صف مين؟ تشد ولا ترخي؟ احنا بنتحرك من غير صلاة. طب ربنا عاوز مني ايه في خلاص بيتي مثلا وخلاص نفسي؟ عاوزني اركز انا مع نفسي في ايه؟ ما يمكن في حاجة عاوز يقولها لي وانا مش راضي اسمع. يمكن في فضيلة عاوزني اكتسبها وانا بعند برفص، زي بولس كده لما قال له انت بترفص. صعب عليك ان ترفص مناخس. بتعور نفسك ليه؟ ما تسمع ليا وخلاص، امشي ورايا وخلاص. كتير مننا بيبقى بيرفص، مش عاوز منخاس ربنا ده، لا عاوز يكمل في اللي بتعود عليه. كذلك في بيوتنا يمكن في حاجة عاوزها تتعمل أكتر من اللي بتتعمل. أنا كله بناقش أنت بتعمل إيه وبتفكر في إيه، ويا ترى ربنا عاوزك تعمل إيه. دول سؤالين مختلفين خالص. خدمات جديدة، يمكن ربنا عاوز يفتح لك نوع جديد من الخدمة عمره ما خطر لك على بال. يمكن في بقية عمرك يكون في اتجاه جديد، احتياج جديد، رسالة جديدة، مين عارف. وأي قديس عاش نقلات في حياته ما كانش متوقع، ما كانش حاططها في باله، عمره ما فكر فيها. أنا شخصيا عمري ما فكرت في الكرازة وأنا صغير ولا على بالي، واتزقت زق وفضلت أرفص شوية وبعدين خلاص بقى بطلت أرفص. لكن كانت نقلة في حياتي
ما عملتش فيها مجهود، بس في الآخر سلمت ان ربنا بيزق. في مشاكل في البحث عن مشيئة الله. يعني ايه؟ وانا عاوز ربنا يرشدني يقودني، وكلنا نفسنا في دي نظريا على الأقل. أول مشكلة بتقابلني إن أنا بميل إن أنا أبص حواليا وأقلد. أبونا ده بيعمل إيه؟ أعمل زيه. الخادم ده كويس، طب أنا أقلده. الحقيقة عند ربنا ده يعطل ما يفتش. ليه؟ أنت ممكن يبقى لك رسالتك الخاصة، مش ضروري خالص تعمل زي اللي حواليك. فكونك عمال تبص وتقلد ده بيعطل صوت ربنا، لأنك أنت ليك رسالة خاصة، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. فيبقى مش هو اللي أنت بتفكر دي. كمان وأنت بتدور على مشيئة ربنا أحيانا بتخاف من لوم الناس أو لوم المسؤولين. ساعات الخوف يعطلنا، خايف يتقال علي حاجة، خايف أغلط، خايف أفشل، خايف ما عجبش، خايف ما كنش قد المسؤولية. يا حبيبي الشغل على ربنا، انت عارف في نعمة في الآخر، واللي دعاك هيكون معاك، بس زق. لكن ممكن يكون الخوف هو اللي مخليك بتحب تفضل في كومفورت زون معينة، دايرة انت متعود عليها، خدمة انت فلحت فيها مش عاوز تغيرها. يجوز ربنا عاوز يدخلك في حاجة جديدة. فمشاكل البحث عن مشيئة الله ممكن يبقى في ميل قلبي، تعلق بخدمة أو شكل معين، تعلق، والتعلق ده يعطلك لأنه متعلق بمكان معين، بناس معينة، بمسؤولية معينة، بشكل معين. ربنا عاوز يفطمنا من الكلام ده. التلاميذ كانوا متعلقين ببلادهم، ما كانش في بالهم أبدا تركيبتهم البدائية دي. عمر ما واحد فيهم فكر يسافر بره. يعني تخيلين من 2000 سنة السفر بره ده حاجة مرعبة، يعني مفيش طيران ومفيش انترنت ومفيش ولا حاجة. فآخرتهم يعني لو راحوا من أورشليم للسامرة يبقى سافروا يعني وهاجروا يعني. إنما عشان واحد يروح الهند والتاني يروح على الحبشة وواحد يجي مصر، دي حاجات عمرها ما كانت في دماغهم خالص. بس حكمتك يا رب. وما كانش ميل قلبي أكيد إن هم المغامرات دي يدخلوا فيها. كمان من مشاكل البحث عن مشيئة الله التشتيت. واحد يستهوي حاجة وبعدين يرجع يستهوي حاجة تاني وبعدين يسمع عن حاجة تالتة وبعدين تطلع موضة رابعة. يا حبيبي السؤال المهم، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ كل ده يمكن مش بتاعك ومش ليك. انت فين رسالتك؟ يجوز يكون رسالتك شغلك وماله، يجوز يكون رسالتك بيتك في مرحلة كويس، يكون رسالتك تخدم حد كبير في العيلة كويس، يجوز رسالتك تسيب الدنيا كلها وتروح بلد اوكي، يجوز رسالتك مجموعة صغيرة من البشر محتاجينك ماشي، يمكن رسالتك في التخطيط، يمكن رسالتك في الإدارة ماشي. هو أنواع مواهب كتيرة وأنواع خدم كتيرة وربنا عاوز الكل. من مشاكل البحث عن مشيئة الله حرب المقارنة وصغر النفس. إنه ساعات يبقى في فكرة أنا خدمت بس ما حسيتش إن أنا عملت حاجة. ساعات تيجي فترة كده إحباط كده، تبص ورا وتحس أنا ضيعت عمري ولا إيه؟ ضيعت وقتي، هو أنا عملت حاجة؟ ولا هي خادم رايح خادم راجع ومفيش حاجة بتطلع يعني. طبعا دي بتبقى حيلة من الشيطان عشان يكسعمك كده ويهدك ويعطلك ويحسسك بفشل. لكن دي مشهورة برضو، ودي بتخليك مشتت، يعني مش عارف تسمع صوت ربنا. لأنه أي حد بيجي له إحباطات في خدمته أو في حياته، ده مش معناه فشل. الإحباط شيء والفشل شيء تاني. إحباطات لازم تحصل. رب المجد يسوع له المجد ما نجحش 100%، أتجاوز وأقول كده. من ناحية الكرازة مش اليهود اللي خدمهم هم اللي صلبوه؟ يعني في الآخر ناس كتيرة قلبت عليه، مش رجع عنه كثيرين إلى الوراء. لو خادم عادي هيحبط جدا. بولس في آخر رسالة دايما الآية دي بتعزيني لما بيقول لتيموثاوس جميع الذين هم في آسيا ارتدوا عني. يا ساتر يا رب،
ده لو قالها كاهن يكتئب وتعالج يعني. جميع الذين هم من آسيا ارتدوا عني. وانت مكمل ازاي على كده؟ ده آخر حياتك كمان، ومع كده مكمل عادي. ليه؟ هو بيخدم ربنا ومركز في ربنا يوم بيوم وخلاص. لكن كان في ارتداد حتى من ولاد بولس. اوكي، كل دي احباطات. اللي عاوز مشيئة ربنا بيعدي ده كله، بيعدي التشتيت وبيعدي صوت الناس وبيعدي المقارنات وبيعدي الكومفورت زون وبيعدي الاحباطات، وبيفضل دايما مشغول. عاوزني اعمل ايه؟ حطني في الحتة اللي انت عاوزني، وجهني، اشغلني باللي انت عاوزه. انا مش بسمع كويس، علي صوتك. انا مش بفهم كويس، دخلها زق كده، لان ما تفتكرنيش ذكي يا رب، انا معاك بالذات ما فيش ذكاء روحي خالص. فيبقى الواحد دايما يلح على ربنا، انا عاوز مشيئتك. ساعات الواحد يسأل ببساطة، وانا بولس ولا بطرس ولا يوحنا ولا يعقوب ولا متى؟ التنوع اللي عمله رب المجد يسوع، ودي قالته ميري في الأول، مذهل، عشان يفهمنا انه مش ضروري تبقى بولس ولا تبقى بطرس، وممكن تبقى شخصية مش معروفة قوي بس مؤثرة جدا. لأن أغلب الرسل احنا ما نعرفش كفاية تفاصيل عن خدمتهم، بس دول الرسل، دول أنوار الكنيسة. ده بولس يقول مبنين على أساس الرسل، قال كده. طب واحد زي يعقوب مثلا، طب يوحنا له كتابات ومتى له كتابات. يعقوب أخو يوحنا مات بدري واستشهد وبتاع، وبعدين اندراوس ده راح فين؟ بارسلوماوس، دول عظماء دول. لكن ممكن تبقى كده، بس الناس دي كلها كانت منقادة بالروح، ما كانوش ماشيين ببلانز من دماغهم، ما كانتش الحكاية، وكانوا خاضعين للكنيسة، خاضعين لبعضيهم، يجوز قعدوا ووزعوا الخدمة عليهم. في الحقيقة أنت ما ينفعش تبقى غير أنت، فاهمين؟ أنت لست إلا أنت، حط اسمك، فاهمين الفكرة؟ يعني مينا ما ينفعش غير يبقى مينا، جورج ما ينفعش غير يبقى جورج، ما ينفعش يبقى حد تاني. عند ربنا ده نظامه. وكانوا يقولوا دايما المثال أو الرسام العبقري لا يمكن يكرر رسمة أو ينحت نفس الحاجة مرتين. فربنا دي طريقته، بيطلع من كل واحد فينا أجمل صورة بتاعته. هي دي بقى الشطارة، أنت عاوزني في أنهي قالب، في أنهي شكل. ممكن أتعلم من كل الناس، بس لازم أطلع مختلف عن كل الناس في الآخر. لكن هفضل أتعلم من كل واحد حاجة، بس المهم في الآخر هو عاوزني فين ويظبطني إزاي. يبقى يطلعني 7 سما، يهبدني 7 أرض، هو حر. هو بيقعد يشكل فينا. وإيه، أنتوا عارفين لو شفت واحد نحات ساعات يستخدم أسلحة شديدة عشان يكسر صخرة مثلا، تلاقيه بيستخدم، وساعات يستخدم حاجات يعني حاجات كده زي الموس كده صغيرة جدا عشان ينقش حاجة معينة. ففي حاجات في حياتنا خبط ورزع وضرب وفاس يعني، وفي لحظات في الحياة بتبقى ايه يعني بمنتهى الرقة ومنتهى زي الجراح يعني. اوكي، هو بيعمل ده وبيعمل ده طول ما احنا عايشين. رسالة جميلة ان الواحد دايما يراجع ضميره. انا مش خادم عند ابونا فلان، او خادم انبا برقام، او خادم سان بول، او خادم ابرشية كذا. انا خادم عند المسيح، وامين خدمتي ربنا يسوع، وراسي وراس مالي ربنا نفسه. صحيح انا هخضع للكل، لكن الصلاة والمخدع والمذبح والخلوة والإنجيل هو اللي بيحركني أكتر من أي مسؤول في الكنيسة. والحتة بتاعت استقلاليتك عن صوت الناس مهما كان، هتخضع للكل، متواضع حقيقي، لكن اللي يهمك دايما يا رب أنا هقف قصادك أنت الوحيد اللي هتحاسبني، وأنت الوحيد اللي عاوز تعمل مني حاجة. في الآخر أنا هينسوني كده كده sooner or later يعني،
لكن ماذا تريد أن أفعل؟ هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب جابلك، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك. تحسوا العلاقة هنا شخصية أوي، أنت لي، ولازم تفضل أنت لي، you are mine، تفضل بتاعي. هي دي بقى سر اكتشاف مشيئة الله، الحتة دي. أنا مش بتاعكم ولا بتاع حد، أنا بتاع ربنا. فيو ار ماين دي لو عرفتها صح أوكي، زي ما تحب بقى يا رب، خلاص أنا مش عاوز حاجة تاني. أيا كان، شيل خدمة، حط خدمة، زود دراسة، حط مرض، كله حلو. يقول إذا اجتزت في المياه أنا معك، في الأنهار لا تغمرك، لو مشيت في النار لا تلدع، اللهيب لا يحرقك. القصة كلها المسيح وأنا، أو أنا والمسيح. في قول رهباني كده في البستان، سأل واحد أبو الروحي، قال له كيف أخلص في الدير؟ قال له لكي تخلص في الدير حاول ألا ترى في الدير إلا المسيح وأنت، شوفش حاجة تاني. فاهمين المعنى؟ لأنه ممكن يتشتت، ما هو أي مجمع في بشر، في مشاكل، في أكل وشرب، في شمعنة، في حر وبرد، في اللي عاوز يخلص ما يشوفش غير المسيح وهو بالنسبة للمسيح إيه. فيبقى التركيز ده يخليك فعلا تمشي حسب مشيئة الله. بولس عاش دي. بولس على فكرة شخصية مستقلة، لكن أخضع نفسه للكنيسة بمنتهى التواضع، بس فضل عنده حتة أنا مش بتاع حد. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، لا الوقت لم أستشير لحما ودما. أنا كنت مركز في المسيح. طبعا ده صاحب شعار يا رب ماذا تريد أن أفعل. بعد كده راح للآباء المعتبرين وقعد وادى تقرير عن خدمته وسمع التوصيات وما عندوش مشاكل، بس في الآخر طول الوقت بيقول له إيه؟ عاوز نعمل إيه؟ في الديلي لايف بقى، لحظة بلحظة هو بيتساق بربنا أيا كان شكل خدمته. راح بلاد كتير ولف حتت كتير ونجح كتير وفشل كتير، بس كل ده ما كانش فارق معاه. هو اللي كان فارق معاه دايما انه يفضل شايف ربنا ومركز فيه طول الوقت. ربنا يسوع علم تلاميذه دي من بدري، قال لهم ليس انتم اخترتموني، انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي، بهذا اوصيكم حتى تحبوا. لما تفتكر دايما ربنا اختارك للي انت فيه دلوقتي، اختارك، ولو غير الاختيار ايا كانت الظروف لازم تقول له حاضر يا رب وتبقى مبسوط. ليه؟ كويس انك ما بتختارش. مرة كاهن كبير قال لي كده، قال لي كويس انك ما بتختارش. ليه؟ وفرت على نفسك. هو حط في حتة، خلاص زقك زق، يا وفر عليك. لأن حيرة الاختيار أحيانا تبقى حيرة. لما يقفل لك كل الأبواب ويسيب لك باب واحد، يعني مفيش أحلى من كده. مش عاجبك الباب بقى، هيزقك، هترفض شوية وهتدخل في الآخر، ما ملهاش حل تاني. هو ده نظام، هتفضل مش عاجبك شوية وبعدين هتسلم. لكن كويس انك ما بتختارش. وياما بيحصل حاجات كده في حياتنا، تتقفل الأبواب كنا قال يعني بنختار، جت منه قفلها خالص عشان ما نعملش غير اللي هو عاوزه. ده اللي بيسموه ساعات الآباء القيادة لروح الله. هو يعني ايه المسيح يسوق الحياة او اعمل مشيئته او يرد على سؤال ماذا تريد ان افعل؟ هي ببساطة ان الروح القدس اللي فيك يقودك. ودي على فكرة غير خالص الحتة النفسانية، راحتك في ايه ونفسيتك ايه ومزاجك ايه، لا، الروح القدس غير نفسيتك، دي غير دي. عشان كده كلمة منحصر بالروح أو محصور بالروح ده معناه واحد في حالة صلاة حقيقية وخضوع تام، حتى إنه مستعد يموت يستشهد. دي ذبيحة، دي لحظة إسحاق فوق المذبح،
مربوط ومسلم، عاوزني اموت اموت، عاوزني اعيش واكمل عيش براحتك. فقال له لا، هتعيش شويه، ليه الحياه هي المسيح والموت ربح، ده حلو وده حلو، مفيش مشاكل، اختار بقى يا رب. لما بتوصل انه كله سيان بالنسبه لك، الروح القدس يعرف يسوقك. لكن طول ما الواحد عنده بريفرنسز كده، عنده افضليات، عنده ارتياحات، عنده مزاجات، احنا بنعطله. انا برتاح في الخدمه مع الناس دي، طب ولو ربنا عاوزك تخدم مع الناس دي وبعدين هنفضل نرفض؟ مش هنعقل. بكره هتقول اخدم مع اي حد، خلاص بقى تبقى عقلت وكبرت، تحط في اي حته، كله حلو، المهم يفضل ربنا معاك. يقال عن ربنا يسوع رجع ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد، was led من lead، to lead someone يعني تقود، was led by the Spirit. طبعا يسوع هنا مثل أعلى لينا، إنك بعد صيام وصلاة كتير الروح القدس بيسوقك، مش عقلك ولا كلام الناس ولا رغباتهم ولا طلباتهم ولا الحسابات البشرية. لا لا، بتبقى القصة بقى دخلت في روحانية حقيقية، وبالتالي ممكن تعمل حاجات غير متوقعة وفي نظر الناس غريبة، مش مهم. وكل القديسين في لحظات كانوا بالنسبة للبشر غرب، تصرفاتهم كده مش مقبولة، مش مهم، بس في الآخر طلع معهم حق. نفس المعنى، لأن كل الذين ينقادون بروح الله as many as are led by the Spirit، هؤلاء هم أولاد الله. أولاد ربنا هم اللي بيوصلوا إن هم الروح القدس سيئهم. عشان كده النص بتاع الصلاة الثالثة بالذات، هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا. خطاب الروح القدس ده مهم، لأن ده ملك جواك قاعد جوه، بس أنت مش مديله صلاحيات. أنت ملك مع إيقاف التنفيذ، أنت مخك هو الملك، هو اللي مسيطر، هو اللي بيسوق، وغالبا تعبك ومجننك دماغك دي. ازاي بقى تعمل ثورة وتشيل الملك ده وتحط الملك المحترم التاني، ملك السماوي المعزي، وهو جوه، مش هتستورده يعني، هو جوه بس مركون. عشان كده يقول لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح، لا تقاوموا الروح، لا، لأنه الروح القدس طبعا لو بقى الملك بجد خلاص بقيت مملكة، بقيت ماشي صح على طول، ويقدر يصنفر بقى كل حاجة. لو مشاعرك متلخبطة يظبطها، لو أفكارك تايهة يعدلها، لو الإرادة ضعيفة يصحيها. مش هيغلب ده الروح القدس، ده يقدر يخلقك خلقة جديدة يعني. لما بولس وصل إنه جوه السجن ما بقاش عنده اختيارات، لما قال أنا محصور بين حاجتين، نفسي أروح السماء ونفسي أكمل خدمة، وبعدين سبت له الاختيار، قلت له لا أنا مش هختار. فقام ربنا قال له طب أنا عاوزك تخدم شوية. لما وصل إنه مستعد يموت، لا ساعتها لي اشتهاء أن أنطلق، ما عندوش أدنى مشكلة يمشي. فقال أعلم أني أبقى لأني أعلم أني ألزم. عرف ربنا يسوع قال له لا كمل شوية حاضر، لكن هو ما عادش عنده اختيارات، مش فارق معاه، لأنه وصل للموت مرات كتيرة. طيب هتختار إيه يا بولس؟ عاوز تعيش ولا عاوز تخدم ولا إيه؟ المهم هو اللي يقول. طبعا دي بقى أحلى عيشة إن الواحد يوصل للتسليم ده. وهو بيودع الكهنة في أعمال 20 قال لهم مش هشوفكم تاني. طب وانت رايح ليه برجليك لحتة ما ترجعش منها يعني؟ قال أعمل إيه طيب؟ الروح القدس سيئني، هو أنا ماشي بدماغي؟ والروح القدس يشهد في كل مدينة أن وثقا وشدائد تنتظرني. لكن أنا مش بحسب ولا بحتسب، يعني مش لا بحسب ولا بحتسب، أصل هما يختلفوا شوية. يعني مش بحسب بالأرقام ولا مقدر حياتي زيادة، هي في إيده خلاص، ما بسوقش، هو اللي سايق. مرة خادم زمان قال لي أبونا أقول لك كلمة، لما تخدم مع ربنا اقعد في العربية ورا، ما تقعدش جنبه وما تسوقش طبعا. فعجبني المثل، لا تسوق ولا تقعد جنبه. انتوا عارفين اللي بيقعد جنب السواق مشاكل زوجية كتير أوي. ليه؟ على مهلك، حود
فاتنا مش عارف ايه، الجي بي اس بيقول، فتلاقي الرجاله هتتنط من العربيه او الستات برضو، لانه اللي بيقعد قدام بيسوق بدرجه، واللي طبعا قدام العجله بيسوق، هو اللي هيقعد ورا ونام لو سمحت. مفروض كده، بدل هتركب العربيه مع ربنا هو اللي يسوق، ما تقعدش جنبه كمان، خليك وراه. يعني عاوزه تسليم اعلى، عاوزه اتكال اكتر، عاوزه ما تختارش كتير، عاوزه تولاد جو. يعني ايه؟ عيل صغير هيفكر ليه بدل فيك كبير، ما الكبير يفكر. فهنا نفسي مش غالية علي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. عشان تعرف مشيئة الله تحتاج شوية تغييرات. الكلام سهل، لكن بصراحة عشان الواحد يوصل لفكرة حيث قادني أسيره بجد بقى، لا دي عاوزة تغيير، عاوزة تواضع، عاوزة الواحد يفرمل دماغه كتير، يتحدى مزاجه كتير، يقاوم رغباته، يقاوم طبعه. عاوزة فرمطة من جديد، فاهمين؟ حاجة كده تو مريك بروجرامينج، يعني تتبرمج من الأول خالص. عشان كده بيقول لا تشكلوا هذا الدهر، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، عشان تفهم إرادة الله. الآية دي مرتبطة باكتشاف إرادة الله. فعشان إرادة الله الصالحة الكاملة perfect life بقى، الحياة المثالية اللي قصدها المسيح منك انت بالذات، شكلك لازم يتغير، دماغك لازم تتغير. في زبالة كتير قوي لازم تتشال من دماغك، في حاجات كتير قوي في حياتك لازم تتلغي او تتعدل، وهو يعرف يعمل ده كله، بس اديله الفرصة انه يشتغل يعني. وعشان كده قال لا يرتقي فوق ما ينبغي. يعني ما تحاولش انت اللي تشوف لنفسك الشكل المثالي بتاعك، لا انت ما تنفعش تبقى اركيتكت شاطر لحياتك ولا ديزاينر شاطر. انت لا مؤاخذة حتة عامل بالكتير في الموضوع، هو بقى يعرف يفنن ويرسم ويصنفر. فلا ترتقي فوق ما ينبغي، لحسن تشوف لنفسك شوفة ما تركبش عليك خالص، سيبه يحطك في الحتة اللي تدخلك السماء وتدخل اللي معاك السماء. نفس المعنى اختبار قيادة الله للحياة يحتاج خبطات كتير عشان تكبر تتقدم روحيا، ان ربنا يسوقك. الحكاية ما بتجيش نعمة ابدا، لازم يبقى في كم خبطة تقال كده، صنفارة جامدة كده، عشان تتلغي الإرادة البشرية ويبقى ربنا فعلا هو اللي يعرف يسوق. زي بولس لما اتسجن وما بيطلعش من السجن، فترة السجن الأخيرة دي الستينات كانت أقوى فترة عليت ببولس، واتكلم عن التسليم وعن قيادة الله، وحكاية بقى عرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. لعلي أدرك، أحد معاني لعلي أدرك يعني أوصل بالضبط للي هو عاوزه مني، أعيش العيشة بالضبط زي ما هو عاوزها، ما ضفش ولا خيط كده ولا شعرة ولا رسمة على الرسمة بتاعته، مش اخبطلوش اللي هو بيعمله. هو يعمل براحته في حياتي ويتفنن، وانا مفتيش عشان تطلع حلوة في الاخر. تعبير جميل يأكد الفكرة، للإنسان تدابير القلب لكن من الرب جواب اللسان. يعني ايه؟ يعني انت حضر قلبك ان ربنا ينطق، بعد كده الكلمة هتطلع من ربنا. لو قلبك جاهز، لو شغال على قلبك ومركز قوي في الخضوع لربنا، ومركز في صلواتك واتضاعك وتوبتك، وانت بتحضر قلبك، هتلاقي القرار طلع من ربنا على لسانك من غير تفكير كتير. اختم واقول يا رب ماذا تريد ان افعل. الصلاة دي مناسبة قوي لأي حد خايف يوصل لآخر العمر ويفاجأ انه عاش حياته غلط، واغلب الناس بتبقى عاملة كده. اغلب الناس بتبص ورا بتكتشف انها عاشتها غلط، حسبتها غلط، خلص العمر بلا معنى بلا جدوى، اتقضى غلط. مش عاوزين نقف في الموقف ده.
مش عاوزين يجي آخر العمر والواحد يكتشف إنه هو ما ينفعش نعيد من الأول. للأسف ما ينفعش. طب احنا لسه فيها. تعديل المسار وارد، بس ده لازم ربنا اللي يقول كلمته. وحكاية الترفيص دي بلاش منها. يعني ايه؟ وانت بترفص يعني انت بتعند، يعني انت مش عاجبك اللي هو بيعمله، انت بتعور نفسك. بس مفيش اي حاجة بتستفيد منها غير انك بترفص مناخس. يعني ايه؟ بتخبط فبتتجرح، لكن ملهاش قيمة. فبطل ترفيص، سلم بقى خلاص، اقلب الصفحة وشوف هو عاوز ايه وخلاص. الحاجات اللي تساعدك انك تسمع اجابة ماذا تريد يا رب ان افعل، انك تستحضر لحظة مواجهة المسيح. ينبغي لنا جميعا ان نقف امام كرسي المسيح. تخيل ده او اللحظة دي وانت واقف قدام المسيح، ودي هتحصل هتساعدك قوي انك تعرف من دلوقتي مطلوب منك ايه. لكن لو اللحظة دي غابت عنك انت بتضيع في ايامك بدون جدوى. كل ما تصلي من قلبك او تقعد مع الانجيل قعدة حلوة او تتمتع بخلوة هادية، الحاجات دي بتساعدك قوي صوته يبان. وما تستعجلش، لانه عارفين في فاين تيونينج كده لازم يتعمل لغاية ما احنا مبتدئين. تمييز الصوت ساعات يتهيأ لنا حاجة انت ما سمعتش كويس، اسمع تاني لو سمحت، خد وقتك واسمع. بس الثلاثة دول مهمين قوي في الاستماع. الصلاة بصدق بحرارة، الإنجيل اللي ياخد حقه منك، والخلوة الحقيقية اللي تتفصل فيه عن الناس شوية وعن الدنيا، دول بيساعدوا الواحد يسمع. حاجة كمان الخضوع لأب الاعتراف. الخضوع لأب الاعتراف مش سهل على أي إنسان. ليه؟ لأنه له رأيه له عقله. فعملية الخضوع عموما مش سهل. ليه أخضع على دماغ حد تاني؟ ما حبيبي ده جزء من البرمجة اللي ربنا بيحب يعملها. يعني لمؤاخذة بيكسر كبريائك يعني. فأنت لما بتوطي راسك وبتقول حاضر، دي جزء من اكتشاف مشيئة الله. وما تخافش، لو أب اعترافك غلطان هو هيعرف يظبطها ربنا، تقلقش. لكن الخضوع في حد ذاته ضرورة عشان صوتك انت يوطى، عشان ذاتك تتكسر، عشان يعرف يمشيك. لكن طول ما انت عاوز تمشي وتقنع ابوك الروحي باللي في دماغك، بترفض برضه، فبتطول الفترة ومش راضي تسمع. التوبة طبعا أجمل علاج، لما الواحد بيواجه نفسه بالعبر اللي فيه، بالإدانة اللي جواه، بالقسوة اللي جواه، بالعداوة اللي جواه، بالسطحية اللي جواه، بالكذب اللي في حياته. المواجهة دي بتساعد ان ربنا يعرف يستلمك بقى ويظبطك. من غيرها ما بيعرفش، بتبقى عجينة بايظة، كل ما يجي يمسكها تفرول منه. لكن اول ما بتتوب لا، العجينة تمسك روحها كده، يبتدي يعمل حاجة، يطلع حاجة. كمان لو سمعت كويس قوي هتلاقي دايما كلام ربنا في اتجاه حد غيرك، مش في اتجاهك انت. عملية اعبر الينا واعنا دي يعني ايه؟ دايما المسيح عينه على البشر. اي رسالة تخص رسالتك لازم تكون فيها السنتر بتاعها حد غيرك. فاهمين الجملة الغريبة دي؟ اي رسالة من السماء بيزقك على رسالة ليك، لازم تلاقي الحشو بتاعها حد غيرك. يعني مش عشانك، فئة، بلد، قطاع جديد، خدمة جديدة، حلم جديد، قضية جديدة، انت مجرد أداة. لأنه قلب المسيح مليان خلاص العالم، ما فيهوش غير كده. فلو ابتدى يكلمك باللي في قلبه، هيفتح عينك على اللي انت مش شايفه، هيشاور لك على ناس كتيرة قوي عمرك ما فكرت فيهم. وده اللي حصل مع بولس لما قال له اعبر دي مش مجرد يعدي البحر الأسود عشان يطلع من تركيا لليونان، هي اعبر يعني اطلع بره الدايرة دي كلها، هتكتشف حاجة ما كنتش تتخيلها. اليونان أكتر بلد شبعت ببولس بعد كده، أكتر فترة تقريبا في حياته خدم فيها، وأكتر رسائل، تسالونيكي دي، فيليبي، كورنثوس، كل دي بلاد يونانية. وبالتالي هي خدت بقى الرئات من بولس.
وما كان يخاف من اليونان، لكن حكمتك يا رب. أخيرا تحتاج أنك تبقى خايف العمر يروح وانت بتعمل اللي انت عاوزه، وتبقى زيك زي أغلب البشر اللي عاشوا حياتهم بمزاجهم، وطلعت محصلة الحياة ايه؟ زيرو، بيج زيرو. أغلب الناس كده محصلة حياتهم nothing. قليلين اللي عرفوا يعيشوها صح ورا المسيح، مش قدامه، بدماغه مش بدماغهم، بإرادته مش بإرادتهم. دول بقى اللي حياتهم تلاقي بقى ايه؟ رقم، تلاقي إنجاز، تلاقي اوتكم، تلاقي نتيجة حقيقية. تعرف يعني ايه أثناسيوس ضد العالم، تعرف يعني ايه الناس دي شاركت في كتاب التاريخ البشرية، كملوا ورا المسيح وصليبه في ان هم ينقذوا ناس كتير. تعال نفكر دايما، انا مش عاوز اعيش بدماغي، انا مش عاوز اختار لنفسي، يا ما اخترت ويا ما عملت اللي انا عاوزه. عاوز ادخل في مرحلة مهما كانت صعوبتها، دايما بقول له لا، قول. كل صغيرة وكبيرة برفع عيني واقول له قول، مش عاوز اتكلم، مش عاوز اسبقك في الكلام. جعلت الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني فلا اتزعزع، من اجل هذا فرح قلبي. تلاقي قلبك فرحان قوي لما تتعود ان هو اللي يسوق، مش اللي انت سايق. لإلهنا كل مجد وكرم.